السلام عليكم. كم مرة في حياتك سكت عشان ما تخسرش؟ وكم مرة سكت وسبت الموضوع يعدي؟ طب ليه؟ هي المواجهة فعلا صعبة أوي كده؟ وهي مرعبة؟ وهل الهروب منها هو الحل؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. طب حلو، احنا ليه مش بنحب المواجهة؟ أسباب كتير، بس أهم حاجة لأن المواجهة مرتبطة عننا بخناقة. إن أنت طالما هتواجه حد يبقى في اتنين هيتخانقوا، وفي حد هيمشي زعلان، في حد هيمشي كسبان. تاني حاجة إن إحنا بنخاف نخسر الناس. يعني انا مش هقول له عشان ما يزعلش مني، مش هقول له عشان ما يتضايقش، مش هقول له عشان احنا احتمال نخسر بعض لو قلت له. في حاجه كمان ان احنا مش بنعرف نعبر عن نفسنا بشكل واضح. يعني نيجي نتكلم نتكتم كده ونسكت وما نعرفش نوضح كلامنا، او نتكلم فنتهته ونلا لا. وتاني حاجه برضو ان احنا بنقول او بنتكلم وما نقولش كل الكلام اللي احنا عايزينه، فبالتالي الفكره توصل ناقصه، فبالتالي نتفهم غلط ويحصل برضو مشكله. تالت حاجة بقى، ودي حاجة مش عارف أقول كام، إن إحنا نتزنق ونتوتر. اتوترنا وخوفنا ومش عارف إيه، فالتوتر ده بيخلينا إيه نهرب. طب وإيه اللي بيحصل لما نهرب؟ من أول الحاجات اللي بتحصل لما بنهرب إن إحنا بنحس إن إحنا ارتحنا، بس ده إحساس لحظي وكاذب جدا، يعني ما بترتاحش ولا حاجة. التراكمات بتاعت الهروب أهمها هي الكبت. أنت تحس إن أنت مكبوت. مكبوت دي معناها إن أنت مضغوط نفسيا، بتدفن او بتقمع مشاعرك جواك، ما بتعبرش عنها بالطريقه الصح. اذا كان غضب، اذا كان احيانا فرح، لعدة بقى اسباب. ان مثلا زي ما قلنا ان الشخص ممكن يتضايق مني، ممكن يزعل، او ممكن شايف ان انت عيب ان انت تكلم حد في حاجه زي كده ايا ما كانت. يعني مثلا واحد في الشغل مديره بيزعق له كل مره بدون سبب واضح، فيكتم جوه نفسه برضه ما يوضحش ولا يوضح يعني ايه سبب العصبيه ده، او هو ما عرفش يتعامل مع العصبيه، فالموضوع بقى يزيد عن حده، فيبتدي يتوتر، يقلق، يتعصب على ناس ملهاش دعوة، على أهله مثلا، على أولاده. يعني مثلا في صورة مشهورة واحد مدير بيزعل واحد، فالراجل ده يروح يزعل لمراته، ومراته تروح تزعق لابنه وابنه يمسك قطة يزعق لها. فالمشاعر بتاعت اللي هي الغضب وعدم تفريغها بشكل صحيح يعني بتتحول لمشاعر تانية، بس يعني أسوأ. عشان كده لازما نخرج المشاعر دي أيا ما كانت بصورة صح. طيب ليه بقى الكبت خطر؟ الكبت خطر لأن احنا زي ما قلنا بيتحول لحاجة أسوأ مما هو عليه. يعني بيتحول لقنبلة موقوتة. انت ممكن تتوتر، تقلق، تخاف من حاجات مش مستاهلة. زي ما قلنا ان انت تتعصب على أهلك، الكلام ده يأثر على علاقاتك، يأثر على أصحابك، يأثر على شغلك. وأحيانا برضو ان انت لما الموضوع يزيد عن حده تنهار، يبقى عامل زي القنبلة الموقوتة كده، متبقاش قادر تعمل أي حاجة. ده في حالة إن أنت فضلت مكبوت. الخلاصة إن الكبت ده مش تحكم، الكبت ده هروب. والمشاعر بتاعتنا اللي بنهرب منها وبتبوظها غالبا هنلاقيها بس بشكل تاني زي ما قلنا، وغالبا شكل مؤلم. طيب حلو، تعرفنا إيه بقى للمواجهة؟ المواجهة هي مش خناقة، المواجهة هي مش مباراة لازم حد فيها يكسب. المواجهة هي وعي بايه، بحقوقك، ان انت بتدافع عن او اي سبب بقى اللي انت بتواجه عشان ان انت بتدافع عن نفسك بشكل كويس، بشكل محترم، من غير ما حد في الاتنين يخسر. وكمان هي ممكن نعتبرها مهارة، وبما ان هي مهارة فمحتاجة تدريب ومحتاجة ان احنا نتعلم عليها. قال صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني انت مش هتيجي من يوم وليلة، محتاجة تمرين كتير، محتاجة تتعلم. دلوقتي هديك شوية حاجات تساعدك ان انت تواجه. اول حاجة ودي حاجة مهمة، ان انت تختار التوقيت الصح، تختار المكان الصح، تختار برضو الكلام الصح. يعني مش حد مثلا يكون جاي من المدرسة او جاي من الكلية او جاي من الشارع والجو حر والدنيا زحمة وكل حاجة، تقول له انت عملت كذا وكذا وكذا وانت مش عارف ايه وايه وايه وكده. ده تختار الوقت الصح، تختار المكان الصح. اكيد مش هنتناقش واحنا مثلا في مكان فيه زحمة، اكيد يعني. والكلام الصح ان انت والكلام الصح بحيث ان انت ما توجهش اتهام للشخص بشكل مباشر. ما تقولوش انت عملت كذا او انت السبب في كذا، لا، تقول لما حصل كذا انا اتضايقت، او لما حصل كذا انا اي مكان بقى.
كمان ان انت تسمع الشخص التاني كويس، ممكن يكون مجرد سوء تفاهم اصلا او اختلاف وجهات نظر، فانت محتاج تسمع. كمان ان انت تسأله ايه اللي حصل، انا محتاج افهم منك عملت كده ليه، او حصل كده بسبب ايه. بس كمان من الحاجات اللي انا شايفها كويسة ومهمة ان انت تدون مشاعرك وقت ما انت متضايق. يعني انت دلوقتي متضايق، تقول انت حاسس بايه وليه، تركز على نقطتين او 3 تتكلم فيهم. يعني مثلا انت متضايق من الشخص الفلاني لان حصل 1 و2 و3، ما تكترش في الكلام او ما تتوهش نفسك عشان ما تخرجش. تالت حاجة ان انت تراقب نفسك وقت العصبية، ان انت لما تكون متعصب ما تخليش مشاعرك هي اللي سايقاك، لا، تفكر قبل ما تتكلم، وزي ما قلنا ان انت تكون مرتب الكلام اللي انت قايله. ما تحاولش برضو ان انت تبان لطيف عن اللزوم، اللي هو وانت عملت كده فانا حصل كذا، لا، خليك صادق، خلي كلامك انت بجد بتدافع عن نفسك. لان انت لو عملت كده اللي هو بشكل غير صريح، لا، هتتفهم غلط ولا كأنك عملت حاجة في العموم. وعايز افكرك قبل ما نقفل الفيديو ان المواجهة مهارة، فبالتالي محتاجة تدريب وكتير مش قليل. وخليك فاكر ان الهروب من المواجهة هو اسهل حل، بيخليك تكسب بشكل لحظي بس بتخسر على مدى وقت كتير قوي. وانت اللي بتخسر، انت بتخسر اعصابك، بتخسر نفسك، بتخسر كل حاجة. انما الشخص التاني ما خسرش حاجة، يعني لانك انت ما وضحتلوش او ما عندوش عيب، الا بقى لو هو شخص متسلط ووحش يعني. بس عايزك تواجه حتى لو انت خايف، تواجه لو انت حتى قلقان، تواجه لو انت بتترعش من جوه، لو حتى صوتك متقطع. بس انت زي ما قلنا انها مهارة وبنتعلمها مع الوقت. عايزك بقى، انا بصراحة ما بعرفش في الفيديوهات، بس الفيديو ده لو عجبك او لمسك او حسيت ان هو مفيد ليك او لشخص ممكن يكون ما بيواجهش او ما بيعرفش يواجه، ابعتهوله ممكن يستفيد بيه. ما تنسناش في اللايك والشير